صباح الخير، كيفكن؟ اليوم رح ساوي خبز بهذا الطحين. هو كيلو بس أنا رح أخذ نصه. نصه بكفي لأنه الخبز الساخن اليوم عطلة نحن عنا، وأنا هذا الخبز الساخن بحبه كتير. هلأ أنا حطيت نص الكيس من هذا النوع من الطحين. كمان رح أحط لها أكيد معلقة معلقة سكر ومعلقة ملح واحدة بتكفي عشان يطلع معي العجين، يعني مو ملح ما مالح ولا حلو، نص بنص. أوكي. وراح أجيب مي دافية. المي لازم تكون دافية، أكتر من الدافية بشوي وأقل من السخنة بشوي. أنا محميتها شوي على السخان، وراح أحط لها نوع خميرة. هي الخميرة خاصة بالخبز، يعني مو الباكنج باودر تبعت الكيك. بحط أنا عادة معلقة واحدة بس، لأني بديها تختمر على السريع راح أحط معلقة ونص تقريباً، وخلطها شوي هيك، حركها يعني شوي يعني، وضيفها أكيد فوق الطحين عشان تصير عندي العجينة جاهزة. هلأ دوبتها بشكل منيح عشان تكون عندي دايبة. أكيد لازم تدوب، لأنه إذا ما دابت رح تكتل مع العجينة ورح تطلع العجينة ما طيبة يعني. فأنا رح حرك السكر مع الطحين مع السكر مع الملح، حركه مزبوط مزبوط عشان كمان ما يتكتل عندي، جهة يطلع عندي مالح وجهة مو مالح. هلأ بضيف المي السخنة، المي الخميرة رح ضيفها فوقها وبلش العجين. طريقة العجين طبعا كتير سهلة. هلأ كتير بيسألوني لما بتستخدمي عجانة. يعني مو مستاهلة، هن كاستين طحين، يعني مو مستاهلة عجانة. حركتها رح بلش طبعا بالعجن. العجن طبعا بده شوية وقت، لأنه وقته بيكون شوي كبير. أنا بس رح شيل الخاتم بس لأنه بده ضغط كتير. يعني هلأ أكيد في خبز ساخن بالماركت، بس هذا الخبز العربي بضل له نكهة بتذكرنا بأهالينا، وأكيد طعمته بتكون كتير طيبة. هلأ أنا رح أعجنهم عجنة هيك شويا شويونة، وبعدين رح أنقلهم على صحن تاني. بس بقلب الصحن رح أحط ملح، والملح عفوا رح أحط زيت. هاي رح أحط هلا بقلبه زيت شوي، ادهن الصحن بزيت عشان انقل العجينة على قلبه. الصحن لازم يكون نوعا ما دافي، لأنه حتى وانتوا عم تشتغلوا كمان العجين لازم يكون المطبخ دافي، لأنه وقت التخمير العجين لازم يكون حواليه دافي، يعني المنطقة اللي هو فيها كلها دافية عشان يكون عندي العجين مزبوط ومختمر مزبوط وما يطلع الخبز مع المعجن. بحطها كمان بسكب فوقها شوية زيت، لأنه كل ما كانت كمية الزيت كبيرة فوقها كل ما ساعد على التخمير أكتر. هلأ أنا كانت ماما هيك تساوي، فأنا بحبه بهاي الطريقة. خلص هي خلصت لها الزيتات كامل، حطيت عليها الزيت، رح ادهنها بالزيت واتركها مدهونة بقلب الزيت عشان تختمر معي بشكل منيح. هلأ رح احط لها البلاستيك على وشها واتركها بمكان دافي لمدة تقريبا شي ساعة، ساعة ونص. وبعد ساعة ونص تقريبا بطلعها. يعني هي بدها كتير وقت لحتى تختمر. كل ما اختمرت أكتر كل ما كان أحسن. مثل ما قلت لكم لازم تغطوها بشكل منيح وتحطوها بمكان دافي عشان تختمر معاكم وتطلع الخبزة ما طعمت عجين بقلبها، تطلع الخبزة رقيقة وكمان بنفس الوقت طيبة، يعني ما طعمت الخميرة واضحة بقلبها. تركتها ساعة تقريبا، ساعة ونص بين ما خلصت شغلاتي وضبطت المطبخ، ورجعت أنا على العجين. رح أفتحه قدامكم شوفوا هلأ نتيجته. عفوا. عن جد بجنن كتير طلع. وشوفت قد منفوخ. حشيل البلاستيك بس عنه لأنه الهواء بيكون كتير بقلبه جوا وسخن. لساته بعده دافي لأني أنا تركته دافي يدفى، يعني تركته بمكان دافي. شايفين العجين كيف صارت؟
أها، كتير حلو. هلأ أنا رح أحاول طلّع الهوا من قلبها وشكّلها. هاي الهوا كلّه هلأ رح طلعه من قلبها، ما رح أخلّي بقلبها هوا، لإني بدي أرجع كمان أقطّعها بشكل كرات صغيرة عشان ضبّطها، عشان أعملها خبز، يعني خبز مدوّر، رغيف يعني. شوفوا هاي طريقة، طبعًا باعصر العجينة وباطلّع منها الكرة وبضبضبها من تحت، لازم تكون من فوق ملسة قدر الإمكان، باحطها أكيد تختمر، ترجع تختمر شويّونة تانية. بما إنه بهذا الوقت كمان باعملها تقريبًا، ما بعرف أنا كم قطعة بتطلع، بس يعني أنا باحاول إنه يطلعوا كلّن قد بعضُن، أو رح أعمل كمان كم رغيف هيك صغار للولاد لإنه بيحبّوا يحطّوا بقلبها جبنة ويسووها، فهي ما بعرف كم قطعة رح تطلع، يعني أنتم كمان أنا ماني عاملة كتير، عاملة نُص كيلو، هدول هن صاروا شفتوها؟ ما بعرف شقد بيطلعوا كم وحدة. المهم هلأ خلّصتن، رح بلّش بقى افرد العجين، أكيد رح أبلّش بفرد العجين وأعمله ترغفة. طبعًا أنا قطعت كتير من الفيديو لإنه الفيديو كان كتير طويل وأخد معي وقت. هي العجين بافرد القرص العجينة بافرده بالشوبك، وكمان بافرده شوي على إيدي عشان أحطه بقلب التقلاية.